دايما البداية صعبة، وأصعب خطوة هي دايما أول خطوة. وعشان كده أنا قررت أخد أصعب خطوة. أنا قررت أعمل أول فلوج ليا في ألمانيا. صباح الخير. الجو شكله جميل، شمس بس تلج برضه في نفس الوقت. بس وجود إن الشمس تطلع أصلا دي لوحدها أصلا جود فيلينج. أنا هروح دلوقتي أشتري شوية حاجات بسرعة وهرجع، بس للأسف مش هقدر أصور هناك علشان ما عنديش وقت كفاية. عندي شغل النهاردة بالليل. يلا بينا. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي وليد السلموني، مصري عايش في المانيا. بقالي 12 سنه. والدنيا هنا يا جماعه عاوز اقول لكم صباح الصقيع، صقيع الصقيع، قسما بالله تلج التلج. استنى اوريكم. شايفين يا جماعه الارض عامله ازاي؟ تمام، الحمد لله رجعنا البيت. قبل ما اتكلم في اي حاجه عاوز اقول لك احساس جامد، بس لما تبقى نفسك في حاجه تعملها تبقى شايل همها، حاسس ان انت عاوز تعملها بس خايف وقلقان وبتنفذها. هي على فكرة البداية مش صعبة، اللي صعب اللي قبل البداية، التفكير. لما بتقعد تفكر أنا هنفذ مش هنفذ، طب هنجح مش هنجح، طب الناس هتقول إيه، طب بتفكر كتير، والتفكير بيخليك بتشك في نفسك. طب هقول لك على حاجة. تعرف إن أنا قبل ما فكرة السفر، لما فكرت إن أنا أسافر أوروبا وأجي هنا ألمانيا والكلام ده، أنا ما كانش أصلا في دماغي ألمانيا. أنا كان في دماغي أسافر من مصر بعد الثورة واروح على اوروبا. رحت الاول بولندا، بعد كده رحت هولندا، بعد كده جيت المانيا واستقريت الحمد لله وقعدت في المانيا. بس اصلا انا ما كنتش عارف انا رايح فين. بس الفكره جت في دماغي اللي انا خلاص مش هقعد في مصر، انا هسافر وهشتغل بره وهبتدي من تحت 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 الصفر. هبتدي من زيرو. ولقيت نفسي سافرت جيت هنا. عاوز اقول لك على حاجه هتضحكك. انا جاي هنا لما جيت فكرت ان انا اسافر من مصر واجي على اوروبا جيب بفلوس مصري. ما كانش عندي فكره. رحت البنك في بولندا اديهم الفلوس المصري عشان اغيرها علشان اعرف اتعامل. لقيته بيقول لي ايه العمله دي؟ العمله دي مش ايه الجنيه ده؟ يعني انا ما اعرفش. ما رضيش ياخدوه مني، وفي الاخر بعد كتير محاولات ولف والكلام ده غيرت الفلوس بالعمله بتاعتهم اللي هي الزلوطه دي وبتاع. ورحت من بولندا على هولندا، خدتها في 18 ساعه بالقطر. حوارات، انا هحكي لكم الحوارات دي بجد في الفيديوهات اللي جايه، بس انا بقول لك بس مثال ان الخطوه الاولانيه مش صعبه. حاجه تاني، لما جيت قلت انا هعمل فلوج، قعدت قلت معقول انا هعمل فلوج واقف قدام الكاميرا واصور والكلام ده، والناس، طب الناس هتضحك عليا. وبعد كده فكرت تاني قلت يا عم الناس ايه؟ انت قبل كده برضو اتحطيت في الموقف ده، انا قبل كده اتحطيت في الموقف ده. في موقف قريب ليه، يعني ان انا كنت جيت هنا وفي اصعب وقت في حياتي فكرت وقررت ان انا اطلع على مسرح واعمل بادي بيلدينج وفي المانيا. وطلعت وحققت مراكز، قعدت عملت الحوار ده حوالي 3 سنين. برضه ساعتها قعدت افكر طب هطلع على المسرح واقف وطب ومفيش لبس من فوق وشورت بس والكلام برضه صعب، وعضلات بقى لازم اطلع عضلات وبتاع وابين والكلام ده. فكان الموضوع بالنسبه لي برضه شبه مستحيل، بس انترستنج. انا بانجوي بستمتع بصراحه لما بدور على هدف
ومن ضمن الاهداف الفتره اللي جايه برضو اللي انا اركز في الجيم شويه، لان انا بقالي دلوقتي 3 شهور ما بروحش الجيم. وحته تبطيل الجيم دي او اللي انا ما بروحش الجيم دي حاجه بتتعبني نفسيا، يعني ما بقاش في احسن حالاتي. والجيم بالنسبه لي يعني زي علاج نفسي، ممكن تقول علاج نفسي فعلا، يعني فعلا بيخليني انسان تاني، بيغير مودي، بيخلي المود بتاعي مختلف. فعشان كده فعلا انا قلت انا لازم ارجع الجيم تاني، وان شاء الله هنزل من الاسبوع اللي جاي. بس برضو في حاجة عاوز اقولك عليها، انا تملي لما ببقى زهقان من الجيم او ما عنديش حماس كفاية ولا كده بغير الجيم خالص. فعشان كده انا غيرت الجيم خالص اللي انا بروحه، وهروح جيم جديد ان شاء الله اشترك فيه برضو من الاسبوع اللي جاي. لو انت مهتم وعاوز تشوف وتعرف اكتر وكده، ممكن مع بعض نعمل احلى فورمة بتاعت الصيف، فورمة الساحل. الخلاصة لو في حاجة نفسك تعملها اعملها، ما تفكرش كتير، نفذ. نعم يا معلم سليم، عاوز اعمل الفيديو. ها ايه؟ تمام. المعلم سليم دلوقتي بيقول لك لو عجبك الفيديو وعجبك المحتوى ما تنساش تدوس لايك وتعمل متابعة للقناة. وان شاء الله باذن الله تستنوني الاسبوع اللي جاي مع احلى فلوج على احلى ناس في الدنيا.